مرحب مرحب يا هلال، أهلا أهلا كيف الحال؟ مرحب مرحب يا هلال، أهلا أهلا كيف الحال؟ قد غبت وإليك اشتقنا، وانتهى بعدك صار وصال. السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا كامل ملاح. وهاد لا فيديو يلاقيكم كامل بخير وعلى خير. رجعت لكم اليوم فيديو جديد ووصفات جديدة وروتين اول يوم في شهر رمضان المبارك. اول حاجة نقول لكم صحة فطوركم، وان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير، وان شاء الله تكونوا فطرتوا مليح، وان شاء الله يكون رمضان لقاكم كامل بخير. انا المصباح كنت نوض، راكم عارفين تخمالوا كلش، ما حبيت نصور كلش، يعني بديت معاكم الروتين تاعي في الكوزينه كيما شفتوني. اول حاجه لبست الطابليه تاعي تاع الشغل. من بعد كانت اختي اول حاجه سمحوا لي قبل ما نديرو يعني الفطور وكلش، دارت الفلون هو اول حاجه، باسكو كيما نعرفو الديسير ولا التحليات ولا لازم ينتكلوا باردين، اما لا دايما من الاحسن انكم تبداو بيهم هما الوالا. بدات اختي بالفلان كيما كنتو شفتوا، يعني الفلان كامل تعرفوه، لترا تاع الحليب مع دو باكي تاع فلان نواره. هذا ما كان اللي حب يزيد له السكر يزيد له، لانه كيما نعرفو يجي شويه ناقص سكر. هذا ما كان كي عقدوا دارتهم في هذوك الكؤوس كيما كنتو شفتوا، وخليناهم حكموا رواحهم. من بعد وضعتهم في الثلاجة باش يبردوا. من جهة اخرى اختي كانت تدير في الشوربه، اختي هي اللي دارت لنا الشوربه، وجات ما شاء الله صدقوني، يعني ما شاركتهاش معكم بالشرح المفصل، شاركت مقتطفات فقط. مي مازال ان شاء الله بربي الشهر طويل ونشاركها معاكم وتولوا كامل محترفين فيها، خاصة المبتدئات اللي يخافوا منها ويتهربوا منها بالبزاف. المهم رمات اختي الشوربة اول حاجة كيما راكم تشوفوا. من بعد انا كنت رايحه ندير المثوم الجزائري. احنا نشوفوا يعني كل رمضان نهار الاول نديروا المثوم، يعني ما كاش كيفاش نبدلوا البلا تاع المثوم. انا ملي نشفى ملي كنت صغيره حتى الوقت الحالي ماما دائما دير المثوم، وهاد العوام وليت انا نديرو نهار الاول. المهم كنت رحت في الاشواغ البصل والثوم وكلش. شوفوا معايا مقادير وطريقة تحضير المثوم الجزائري بالمريقة معسلة ويجيكم حلو حسل ما شاء الله. نحتاجو لي مخصو تاع الدجاج، كل واحد يدير على حساب افراد العائله تاعو. انا كنت درت يعني على حساب شحال كنا في الدار. احنا بعادتنا اليوم الاول تاع شهر رمضان نتلمو كامل خاوتي يجو كلش، يعني يديروا معانا نهار الاول. هذه هي نحتاجو فلفل الاسود، الكمون والملح والزنجبيل او سكنجبير، نحتاجو بصله صغيره مسكرفجه، نحتاجو راس تحثوم كامله. راس لازم يكون كبير، اذا كان صغير ديروا راس ونص تحثوم كما انا كنت رحيتها في الاشواغ. نحتاجو مغرفه كبيره تاع السمن، ونحتاجو ايضا عود تاع القرفه، وحوالي 5 ملاعق من الزيت نباتي. كما نعرفوا المثوم كامل لازم يجي فيه هذاك الوجه الشباب وكلش. هذه هي. ومن بعد تشوفوا معايا كيفاش نديروا لي بولات. جبت هنا الطنجره تاعي وضعت فيها هذاك السمن والزيت. انا دائما في الاطباق التقليديه نفضل اني ندير السمن ماشي الزبده، لانه البنه والنكهه يعني تاع السمن والوجه اللي يمدو في الطبق تاعكم صدقوني غير مغايره للزبده، يعني كل وحده وخدمتها. هذه هي. المهم كيما شفتوني نوضعهم فوق النار قسم يسخنوا لي ويذوب لي هذاك السمن. من بعد راح نوضع لي مغسول تاع الدجاج التوعي باذن الله. راح تولوا كامل ديروا المثوم. كاين ثاني بزاف يخافوه، ميصدقوني غير هو بزاف ساهل. برك الحاجه باش تجيكم بالطبع وتجيكم بنينه اعطولها حقها، اعطولها الوقت وخدموها بالراحه.
كيما قلت لكم. المهم بعد ما سخنت لي هذيك الزيت والسمن ذاب، وضعت لي مغسول تاع الدجاج كيما راكم تشاهدوا، وراح نخليو الدجاج تاعنا يتقلى لنا على نار هاديه. غطيوه وخليوه يتقلى لكم مليح مليح، يعني خليوه يطلع كامل هذيك البنه تاعو في الجواز تاعنا. بعد ما تقلى لي هكذا جيت هنا باش نفقدو، وقلبت الدجاج كيما راكم تشاهدوا باش يتقلى لنا على الجهتين ماشي على جهه واحده برك. خلوا لي في لي كومونتير نتوما واش درتو النهار الاول، بعداتكم واش ديروا، يعني من المنطقه لمنطقه كل واحد واش يدير النهار الاول. كاين في بعض المناطق صدقوني غير النهار الاول يديروا تختوخه، يعني كل بلاصه وعاداتهم وتقاليدهم، ويعني كل عائله وكيفاش على حساب الحاجه اللي تعودنا عليها من اللي كنا صغار. المهم عاود غطيته خليته يتقلى لي على الجهه الثانيه. من بعد عاود وليت ليه بعد ما تقلى لي هنا مليح مليح، جيت باش نضيف له هذيك البصله الصغيره او المتوسطه اللي كنت رحيتها في الاشواغ، وراح نوضع ايضا الثوم مرحيه. الكميه تاع الثوم ما توضعوهاش كامل في الجواز تاعنا، يعني اقسموها على 2 كيما راكم تشاهدوا، او يعني اكثر من نصف شويه. اللحم مفروم تاعنا نخلولوه غير شويه، قيس 2 سنينات برك ماشي حاجه. انا هذا راس ونص اللي كنت رحيته كنت خدمت به شحال من حاجه، دوك تشوفوا معايا. المهم بعد ما تقلت لي هذيك الثوم مع هذاك البصل، وردوا بالكم تقووا النار وتتحرق لكم هذيك الثوم، الجواز راح يجيكم صامت كامل والمرقه راح تفسد لكم. جيت هنا باش نوضع لي بيس او التوابل تاعنا. وضعت اول حاجه الفلفل الكحل، ووضعت الكمون، ووضعت ايضا شويه من سكنجبير. نتوما تقدروا ديروا غير الفلفل الكحل والكمون والملح هما الاساسيين، ولكن انا نحب ندير هكذا في حاجه تاع الدجاج ندير لها شويه تاع زنجبيل. المهم ونضيفوا الملح باينه دائما نحب نضيفه بيدي باش نعرف شحال درت. هذه هي، ونزيد نقلي هاد التوابل مليح مليح مع الدجاج تاعنا والبصل والثوم. من بعد راح نولي نغطيهم بالغطيوه ونزيد نخليهم يتقلاو لي واحد 10 دقائق هكذاك على نار هاديه، وراح نعاود نولي ليهم. كيما شفتوني هنا كنت ضفت عود تاع قرفه، باسكو على بالكم انا راني مسرعه على فيديو على بيها نتوما ما تحسولوش. فوالا من بعد ما تقلى لي هكذاك واحد 10 دقائق ضفت هنا الكميه تاع الحميصه كيما راكم تشاهدوا. نزيد نخليها تتقلى واحد 7 دقائق او 5 دقائق، نغطيها نخليها تتقلى شويه برك باش تدي هذيك النكهه وكامل تاع لي زيبيس والدجاج وكلش. من بعد راح نوليو ليهم ونمرقوا بالماء سخون. لازم تمرقوا الماكله تاعكم كيما نقول لكم دائما بالماء سخون باش تجيكم بالشن والطبع وتجيكم هايله. يعني ننصحكم باش تمرقوا دائما بالماء الساخن قبل ما ترميو كامل الجواز تاعكم ولا الشريبه تاعكم، ولا اول حاجه او اول خطوه ديروا الماء يسخن لكم. هذه هي كيما شفتوني كنت مرقت بالماء الساخن ونغطيه ونزيد الفرن تاعي ونخليه يطيب لي على نار متوسطه. ما راحش يدي لكم وقت بزاف. شوفوا كي يكون اللحم صح يدي وقت بزاف، مين الدجاج ما يديش وقت بزاف في الطياب. هذه هي. من جهة أخرى راح نشارك معكم كريات اللحم المفروم. عندنا كمية لافيونداشي، عندي بيضة كاملة كنت خلطها، عندي كمية من الثوم، عندي نفس لي زيبيس فلفل الكحل كمون والملح سكنجبير برك ما نديروش في اللحم مفروم، وعندي لا شابلور حوالي ملعقتين يعني على حساب الكمية اللي ديروها. انا كنت درت كونتيتي كيما قلت لكم شوي كبيرة، كنت درت ملعقتين من اللحم مفروم. وضعت ايضا الثوم تاعي المسكرفجة او المرحية، كنت شفت روحي هنا غلط درتها كامل. من بعد وليت نقصت شويه. هذه هي. من بعد درت لي زيبيس كيما قلت لكم اللي هما فلفل الكحل والكمون والملح، يعني حاجه بزاف سهله تقدروا كامل ديروها. يعني باش تختصروا الوقت في رمضان وكامل كي تكون عندكم زعما كيما انا كنت مستحقه الثوم، يعني في شحال من حاجه
في لافاغ تاع البوراك، في المثوم، في لا فينيغريت. مالا كنت في الاول رحيت يعني كونتيتي وبقيت نخدم بها باش ما تبقاوش تتجبدوا في هذاك الاشواغ ولا السكرفاج وكل شويه وانتم تخدموا به. يعني الواحد يعني خطره واحده فوالا. المهم من بعد وضحت حوالي ملعقه تاع زيت نباتي باش هكذا اللحم مفروم تاعنا يجينا طري. الله الله مش يجينا هذاك الناشف ويابس وكلش. من بعد هذيك البيضه تاعي كنت خلطتها بالملعقه ووليت نضيف فيها هنا بالعقل. ما نحبش نضيفها تدريجيا، سمحوا لي ما نحبش نضيفها ضربه واحده، لانه شحال من خطره كي نضيفها كامل شفتوا كيفاش يولي تالق كامل روحو وتتلصق في اليدين وكامل. مالا نفضل اني نخلط البيضه تاعي في غرفيه ونبقى نضيف فيها غير بالعقل، وراني نعجن بيدي في كامل المكونات التوعي حتى نتحصل على الخليط او العجينه او القوام اللي راني نحوس عليه انا. سمحوا لي اذا شتوني نخلط في الهضره ولا باسكو والله غير الله غالب، ان شاء الله ربي معانا وربي يقدرنا. يعني التعب فيها مي واش نديرو كيما يقول لك هذا الشهر الفضيل لازم نستقبلوه احسن استقبال ونستقبلوه باحسن حله. المهم بعدها جيت هنا باش نشكل كريات اللحم مفروم تاعي عادي، شكلهم كيما تحبوا. انا شكلتهم يعني شويه كبار، نحب هكذا في المثوم لي بولات تاعي يجوني كبار شويه، ما نحبهمش كي يكونوا صغار شغل نحسهم صامتين. البلا باش يجيكم او الطبق تاعكم باش يجيكم بالشن والطبع ديروا هذوك لي بولات تاعكم كبار. الله الله باش كي تسقوا الطبسي يجوا بعينين فوالا. من بعد وضحتهم كامل في الصحن وراح نعاود نولي ليكم. هاي ليكم هنا بعد ما كملتهم كامل كيما راكم تشاهدوا جو الله الله عليهم، وهذيك الريحه تاع الثوم وتاع لي زيبيس. واش نقول لكم هنا شوفوا بعد ما لقيت الدجاج طابلي المريقه تاعي بدات تعقد لي ما شاء الله. هنا وضحت لي بولات التوعي كامل. من بعد نغطي عليهم وراح نزيد نخليهم واحد 10 دقائق هكذا قسم يطيبوا لي ودي المريقه هذيك تتجمر وكلش. من بعد راح نعاود نولي ليهم. شوفوا اخر خطوه كانت عندي انا صفار بيضه، درت لها شويه تاع معدنوس وشويه من هذيك المريقه تاع المثوم ودرتها من الفوق. يعني هذه اضافه ماشي اوبليجي كامل ديروها، برك صدقوني كي ديروها راح تزيد تمد المثوم تاعكم ايضا واحد القوام وكيفاش يجيكم عاقد ومع السل يجيكم ما شاء الله. يعني تقدروا ثاني ديروا هذه الاضافه راح تزيد لكم النصف المثوم تاعكم. من بعد ما درت هذا البيض خليته 5 دقائق وطفيت عليه والمثوم تاعي راهو واجد. بعد ما كملتو ديراكتومون دوزت هنا باش نشارك معكم لا فينيغرات. انا دائما ندير هذه الطريقه في تحضير لا فينيغرات يعني وتشد لكم باش تبقاو دائما تخدموا فيها لا سالاد. هنا في طاس وضعت كأس زيت نباتي مع ربع كاس تاع زيت زيتون، ووضعت ايضا شويه تاع الملح وشويه تاع فلفل كحل، ووضعت حوالي سنه تاع ثوم مقطعه، ووضعت ايضا نصف ملعقه من السكر العادي سكر خاشن، ووضعت ايضا حوالي 3 ملاعق من الخل. تقدروا تستعملوا هذا الخل الاحمر او الخل الابيض يعني اللي تفضلوه نتوما. راح نضيف ايضا مغرفه صغيره من الخردل لا موتارد، وراح نضيفو يعني شويه تاع المعدنوس، وراح نضيف حوالي ربع كاس من الماء العادي. من بعد نجيب الميكسور ونميكسيهم كامل مع بعض. هاد لا فينيغرات بنتها بنه، كي نقول لكم بنتها بنه تجيكم بزاف بنينه، ريحتها ما شاء الله مام يعني تطول وتقعد وكلش. ماشي كيما دائما تبقاو ديروها في هذيك لا فينيغرات الخفيفه وكلش، ما كاش كيما هذه بزاف هايله وننصحكم بها ديروها وتهناو. يعني ماشي دائما يعني هم الاطباق بزاف هم انتيا تبقاي دائما تخدمي على لا فينيغرات. انا دائما ولا في كل رمضان نشارك هذه الطريقه، وكنت شاركتها معكم ايضا في رمضان اللي جاز. من بعد جبت انا هذه القرعه ولا يعني ديروها في قرعه تاعما كيما تحبوا في اي حاجه، وضعتها فيها وراني تهنيت من لا فينيغرات تاعي. من جهه اخرى هنا كيما راكم تشاهدوا اختي راهي تخدم في السلطه، دارت الخاص. دوك نوري لكم كيفاش ديكوراتها. على بالي بلي الثاني كاين بزاف يحبوا يدوا افكار كيفاش يزينوا لا سالاد، باسكو كاين اللي تتلف لهم كامل فيها.
المهم قطعت الخاص، من بعد زينت بالبيطراف اللي كانت غسلاته ونقاته وسكرفجاته، وزادت ايضا دارت زرندية في الوسط، ودارت يعني البراج او قطع من طماطم. دوك تشوفوا معايا كلش. من بعد زينت بالذرة او المايس والثوم ولا مايونيز، يعني تزيين بزاف خفيف بزاف بسيط، وشويه تاع البصل. يعني هاد سلطه تجي خفيفه وتقدروا يعني تاكلوها وكلش. وكيما نعرفوا السلطه فيها عده فوائد. وردوا بالكم تبداو في رمضان بالجازوز، يا يما كاين بزاف من العطش وهذاك التعب والعيا تاع النهار وكامل يروحوا يبداو بالجازوز. لا ردوا بالكم، لانه هكذاك راكم تهردوا في الصحه تاعكم. من بعد جوست باش ندير بوراك اللي يجي معسل وبنين كامل. واش كاين؟ نحبكم هذا البوراك اديروه وتبدعوا فيه وتفرحوا به عائلتكم في هذا الشهر المبارك، يجيكم ما شاء الله. في مقله وضعت شويه تاع زيت مع بصله كنت قطعتها مع زوج سنين تاع الثوم مسكرفجه، قليتهم بعد ما تقلاو لي. وضعت انا درت نصف صدر دجاج اللي كبير، كنت رحيته في الاشواغ وضحته نقليهم هكذا. من بعد راح نضيف لهم ليزي بيس. بالنسبه للتوابل نضيفوا هنا عندي اول حاجه كيوري كما راكم تشاهدوا، راح نضيفوا ايضا فلفل الكحل، ونضيف ايضا اسكنجبير، والكركم هو اخر حاجه، والملح بلا ما ننساو حاجه باينه. هذو هما لي زيبيس اللي نوضعوهم في الحشو تاعنا تاع البوراك، ونزيد نخلط هكذا مليح مليح بالملعقه ونخليهم حتى يطيب لي هذاك الدجاج ولي زيبيس يدخلوا كامل فيه. وبعد ما يطيب لي الدجاج تاعي وهذاك البصل يكون طاب لي مليح مليح وذبال كامل، راح نضيف عليهم حوالي بيضه كنت خلطها انا في الاناء وضحتها هكذا خلطوها. راح تمد الحشو تاعكم واحد التحسال واحد البنه ما شاء الله. ميم ثاني تقدروا ديروا ملعقه من فخوماج اتارتيني، يعني شاركته معكم من قبل كنت هكذا ندير. المهم من جهه اخرى عندي هنا حبه تاع بطاطا اللي كانت اختي طيبتها لي في الشوربه، من بعد نحيتها وهرستها بالفرشيطه وهي سخونه. انا الحشو تاعي قبل ما نطفي عليه نوضع له هذه البطاطا اللي كنت هرستها بالفرشيطه ونخلطهم كيف كيف ونطفي الفرن تاعي والحشو تاعي يكون واجد، نخليه يبرد تماما وراح نولي ليه ونحضروا البوراك تاعنا كيف كيف. بعد ما برد لي الحشو تاعي ما تخدموش به خياتي وهو سخون، لانه راح يخلي الديول تاعكم يطراولكم، ملا من الاحسن انكم تخدموا به وهو بارد. عندي هنا موندور الفخوماج اتارتيني كي كنت شريت في المشتريات قلت لكم عليه، والبنه تاعو بزاف هايل ما شاء الله وبنين قاوش كاين، يعني ننصحكم به. عندي ثاني الديول استعملت هذو الديول ام وليد فوالا، ونستعمل ايضا ديول العائله موالف ثاني نصورهم معاكم. يعني كيما قلت لكم احنا النهار الاول نتلمو كامل على بها، ما حبيتش ندير يعني البوراكات ندير وحده كومبلي، حبيت نقسم البوراك تاعي يعني كل ورقه نقسمها اون دو فوالا. من بعد وضعت الحشو تاعي في الوسط ووضعت الفرماج اتارتيني وندوروا البوراك تاعنا. يعني على بالي بلي كامل تعرفوا ديروه وكامل مبدعات وفنانات، ربي يحفظكم ان شاء الله يا ربي. هذه هي. راح نزيد نشارك معكم ايضا حبه اخرى، صدقوني هذا الحشو يجيكم ما شاء الله. وهيك البطاطا ما تحسولاش كامل، وهي اللي راح تزيد تمد البنه للدجاج تاعكم تجي ما شاء الله. مام هذا الحشو يجيكم بزاف معسل مشي هذاك الناشف. وباذن الله راح نشارك معكم عده وصفات للبوراك اللي على بالي باللي راح يعجبوكم. من بعد راح نكمل نحضر كامل البوراكات تاعي بنفس الطريقه ونكمل نوضعهم في الصينيه وراح نولي ليكم. هاي ليكم هنا بعد ما كملت الحبات تاعي كامل. انا كنت غطيتهم لانه كان مازال الحال كي ولات 6:30 باش نقليهم، غطيتهم بهذا الكيس بلاستيكي وبطرشونه وخليتهم على جانب. في هذا الوقت جست باش نحضر الطابله وليت نوضع فليسات دو طابل كما راكم تشاهدوا لي بابيي فورشيت كويير
فوالا. ايضا الكأس، وليت فوالا كيما راكم تشاهدوا. يعني حبيت نشارك معكم هذه المقتطفات ونتقاسم معكم نهاري، مع اني على بالي بلي ما قدرتش نشارك كلش، الله غالب. مي حاولت اني نقسم معكم نهاري ونشارك معكم باش هكذا تستفادوا، واللي راهي تلفت لها ما تتلف لك ما والو حبيبتي، وتدي افكار. من بعد وضحت يعني الصحون تاع الجواز وتاع الشوربه، وهي ليكم لا صالات بعد ما كانت شبحتها اختي، جت بسم الله ما شاء الله بزاف هايله، وتحسوا انه الاضاءه فيها. من بعد كي ولات 6:30 كيما قلت لكم سخنت الزيت تاعي وقليت البورك تاعي، وكنت نحيته في حاجه اينوكس ولازم نوقفوه كيما كنت قلت لكم. معليش حم خطره ما حبيتش نعاود نشارك معكم هذه الخطوه بالشرح المفصل، لانه في الفيديوهات اللي من قبل كنت هدرت لكم على البورك كيفاش يبقى لكم مقرمش يعني وما يطرى لكمش. في الاول شوفوا كنت وضحت البوراك في هذا الصحن، من بعد وليت بدلته ووضحت في كل اسيات يعني 2 حبات بوراكات، وحطيتهم يعني قدام كل واحد باش هكذا باش تساعدهم يعني احسن واحسن، خير ما يبقاو يمدوا في يديهم والبلا يكون بعيد وكامل. وضحت ايضا الصحن تاع اللحم الحلو، وضعت اختي شريبه هذيك فلاسو بيير، حطينا الجازوز الخبز الماء، سقي ثاني هذاك المثوم جا ما شاء الله، كنت زينته بحبيبات من اللوز والقارص والمعدنوس حاجه باينه. وضعنا حطينا التمر الحمله حلو. اللي حبت الوصفه روحي حبيبتي تلقيها في قناتي، حطيتها لكم غير البارح، وراح نخلي لكم الوصفه تاعو في صندوق الوصف. جا ما شاء الله يعني كيما تاع العراس ولا احسن ب1000 مرة. هاي ليكم زيتون لا مايونيز، اللي حب يزيد يعني في لا سلطات، كاين اللي حب لا مايونيز بالبزاف. هذا هو لا فيديو تاعنا نهار اليوم، نتمنى انه يكون عجبكم ونال رضاكم سمحوا لي، وتكونوا استفدتوا منه. ولا عجبكم هذا الفيديو ما عليكم غير تخلوا لي جيم وكومنتير، ولي جوجت للقناه نقول لكم مرحبا بكم، نورتوا القناه بوجودكم.